يا مساء الفل عليكم. اكتر حاجتين هيوفروا معاكي كتير جدا بجد. لو الشهر ده مزنق معاكي تعالي معايا وشوف هنعمل ايه. هيخلي معانا يعني شهرين 3 كده بنستخدم مسحوق يعتبر ببلاش. اول حاجه انا جبت شكاره المسحوق ديت في منها للاوتوماتيك وفي منها للعاديه. انا عندي الغساله اللي هي فوق اوتوماتيك فعادي جبت دوت. ده سعره تقريبا 100 جنيه وكان 10 كيلو كاملين. طب هنعمل ايه علشان نتأكد ان هو نظافته عالية جدا جدا ويدينا نتيجة حلوة؟ يعني جبت معاه اوكسي اللي هو كيلو ونص، او عايزه تجيبي اللي هو كيلو بس عادي مفيش اي مشكله على قد امكانياتك. وكان عندي برضو اللي هو باهي، يعني جبت من ده على ده. لو انت عايز تجيبي نوع واحد بس تمام هاتي، بس كله عامه بيفرق معاكي في الكميه فكله لصالحك يعني ما تقلقيش. انا حطيت عليه شويه من الاوكسي دوت كانوا باقيين عندي، وحطيت كمان اللي هو باهي اللي هو ب60 جنيه. تمام. عندي كمان حاجتين هخلطهم عليها هيدوكي نظافه وريحه. يعني عايز اقولك باهي ده هيديكي ريحه حلوه جدا جدا مع ال10 كيلو اللي هو فريش ده. وكمان شويه مسحوق اوكسي ما كانوش كتير يعني اللي موجود عندك. جبت كمان كيسين فانيش باودر زي ما انت شايفه كده، الكيس تقريبا ب7 جنيه او حاجه زي كده. جبتهم وحطيتهم برضو على المسحوق زي ما انا قلتلك كده، هيخلي لو في اي بقع في اي حاجه هتشال بسهوله جدا. كمان معاهم شويه من الكربوناتو بالشكل اللي انت شايفاه دول كانوا ب10 جنيه تقريبا، هنحط منهم ب5 جنيه. تمام. هنقلب كل الكلام ده كده كله كده في بعضه. عايز اقولك نظافة اعلى من لو انت هتستخدمي المسحوق لوحده. يعني انت دلوقتي عندك توفير، يعني انت دلوقتي عندك تقريبا 12 كيلو او 13 كيلو مسحوق، وكمان نظافة وريحة وكل حاجة انت عايزاها. هيقعدوا معاكي شهرين 3 يعني. بصي هيكفوا مدة كبيرة جدا، ومش هيكلفوا اي حاجة اكتر من 160 170 جنيه، وهيديكي نتيجة روعة. طب خلاص ده كده معانا اللي هو مسحوق الهدوم. نيجي بقى لصابون المواعين. موجود عند بتوع المنظفات النوع ده، وفي منه انواع كتير تانية يعني مش شرط الشركة دي. النوع دوت معجون بيتفك كده بمية ويستخدم عشان خاطر تعمليه صابون سائل كتير. شويه اللي انت شايفاهم دول بيعملوا صابون سائل كتير. العبوه ديت ب25 جنيه وفي اماكن ب35 جنيه. انت بتحطي محتويات الكيس كلها في حاجه، وبتضيفي عليهم 7.5 لتر. لو انت عايزاه بقى مركز قوي وكده هتحطي 6 لتر. تمام. انا الحكايه فرطت مني تقريبا، حطيت 8 لتر لان ما كانش عندي حاجه تعمل لتر، او حطيت اكتر كمان. بس بجد كان روعه برده معايا وكفى مده طويله جدا. عايزه اقول لكم انا جايه لكم بعد ما الاتنين خلصوا، يعني انا ما رضيتش اعمل الفيديو خالص غير بعد ما المسحوق بتاع الهدوم خلص، وبعد كمان ما مسحوق المواعين نفسه كمان خلص. قلت علشان ابقى متاكده ان الحاجه نظيفه وحلوه وجابت مفعول كويس يعني معايا. الكيس بنفتحه من جوه بيبقى فيه الحاجتين دوت، كيس باودر زي ما انتم شايفين كده، وكيس زي شبه الصابون السائل اللي بنشتريه العادي. هنفضل الاتنين دول في جردل او طشت عندك كبير. قوامه زي ما انتم شايفين كده، يعني اللي هيشوفهم كده هيستهتر فيهم وهيقول ازاي يعني دول هيعملوا لي صابون، بس هيعملوا لك يعني ان شاء الله. انا جبت حاجه هنا كده وهبدا ان انا ادوب الاتنين دول بس كده في بعض الاول، علشان شايفين القوام تقيل جدا. تمام. شبه الصابون السائل تقيل يعني. وعايزه اقول لكم ريحته خطيره خطيره خطيره. مش هتحتاجي ان انت تضيفي له ولا اي روايح ولا اي لون، ولكن هقول لكم هو حصل فيه ايه لما طول شويه، يعني لما قعد فوق الشهر وشويه. هنحط كده المكون الاولاني، وبعد كده نحط عليه اللي هو البودر اللي جاي معاه ده، وندوبهم في بعض الاول كويس جدا. يعني عايزه ادوب الاتنين دول في بعض. تجيبي كده مضرب سلك عندك، لو عندك مضرب كهرباء عادي عشان ايدك ما توجعكيش، وتبداي ان انت تدوبيهم في بعض، لان زي ما انت شايفه كده في شويه تكتلات كده. تمام. ده يا جماعه توفير التوفير. هتبقى عملت منظفات لغسالة الهدوم ولغسالة والمواعين، هتبقى عملت الشهرين 3 يعني مبلغ ما يعديش 200 جنيه للاتنين يعني. وكمان عايزه اقولك اللي هو في مسحوق الهدوم في موجود منه الغساله اوتوماتيك. تركزي في النقطه دي عشان في غساله عاديه وفي غساله اوتوماتيك، عشان غسالتك ما تبصش برضو، عشان مش هتستحمل الرغوه بتاع الغساله العاديه. تمام. قلبت كله كده لما اتاكدت ان كل الفقاعات راحت، وبعد كده بدات ان انا اجيب طشت وحطيت فيه الميه. ولكن انا ما كانش عندي حاجه اللي هي لتر يعني، فكنت حطيت كده بالنظر، فهم طلعوا معايا اكتر من 8 لتر. تمام.
هو طلع خفيف بس بيرغي جدا جدا. انت بقى هتظبطيها ان انت تبقي عامله لتر مثلا وتعملي على 6 لتر مثلا، عشان خاطر يبقى تقيل جدا معاكي. هو اول ما بتحطيه بيديك اللون اللي انت شايفاه ده، وكل ما بتسيبيه بيتقل. هنبدا نقلبه في بعض، بتقلبيه بتاع 10 دقايق مثلا كده، ربع ساعه، تفضلي تقلبي بالشكل اللي انت شايفاه ده. انت شايفه هو عامه بيرغي ازاي من قبل ما نعمل اي حاجه يعني. احنا لسه ما خليناهوش صابون ربط، واحنا بس بنقلبه هو بيرغي. انت شايفه الرغوه بتاعته عامله ازاي، وكمان ريحته ليمون جباره. انتوا خلطت بقى الكلام ده كله كويس كده في بعضه مده كويسه كده يعني. و هسيبهم يعني، هتسيبيهم بقى يعني ساعة ساعتين، عشان كل ما بيتساب بيتقل اكتر. وبعد كده هبدأ احطه في عبوات عندي عادية خالص اللي انت هتستخدميها بقى. هو عمل معايا مش بسم الله ما شاء الله يعني كمية كبيرة، بيرجع حلو جدا. ولكن المشكلة الواحدة اللي حصلت ان هو لما قعد فوق الشهر اللون بتاعه راح، يعني قلب صابون ابيض. وده بيحصل معايا عادي في الصابون العادي اللي انا بستخدمه يعني العادي. تمام. انا استخدمت البتاع اللي في ايدي دي على اساس ان هي كيلو، تمام، بس هي تقريبا طلعت اكتر فعشان كده طلع خفيف مني شويه. ولكن هو لسه بيتقل يعني. انا دلوقتي انا بوريه لكم، هو لسه ما ربطش، لكن هو لسه هيربط ويتقل معانا. انا عبيته كده في البرطمانات بتاعته، بس هو لما بيقعد تاني بيتقل شويه تاني معاكي. ودي كانت الحاجات اللي انا جربتها وقلت اوريها لكم، يمكن تنفع اي حد فينا. توفير ونظافه، ويعني ممكن ينفع بعدين بحاجه بسيطه زي كده. وده شكل الرغوة بتاعته. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بأي حاجة. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.